مساء الخير. عشان الفيديو ده انا بسجله بالليل، بسجل صوتي يعني. يلا بينا نعمل طاجن او هنعمل كباب حلة بالبطاطس جديدة بس طعمها تحفة. هنجيب شوية بصل حلوين ونحط عليهم معلقة سمنة كده حلوة، ودي كانت حتة دهنة ملناش دعوة بيها، رميناها مع البصل وهوب هوب هنقلب البصل وحتة الدهنة دي لحد ما البصل بتاعنا بقى ياخد اللون اللي انتوا شايفينه ده. هنفضل نقلب فيه، ما تقلقوش هو ما اتحرقش، هو كده ايه بيتكرمل زي ما بيقولوا. بعد ما تكرمل عندي بقى اللحمة مقطعاها طبعا حتت بقى ايه صغننة كده حلوة، وهبدأ ان انا انزلها على البصل بتاعي وافضل ايه اقلب 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 واسيبها كده شوية. انزل بقى بشوية فلفل اسمر، بهارات لحمة وورق لورا وحبهان، وطبعا البهارات اللي انتوا بتحبوها حطوها، ودي صوت العربيات اللي دايما تعمل دوشة جنبي. المهم قلبت طبعا اللحمه زي ما انتم شايفين كده اهو، وهبدا اديها شويه ميه في شويه ميه لحد ما اللحمه بتاعتي تستوي خالص. هي هنا اللحمه بتاعتي كانت دخلت في سوا تمام. بعد كده هكون محضره عندي بطاطس مقطعاها، هنزل بيها على اللحمه. حلو الكلام زي الفل. هنقلبها تقلبتين وهنسيبها برضو لحد ما البطاطس بتاعتنا تستوي. طيب فين الطاجن؟ اصبروا يا جماعة هوريكم. بس البطاطس بتاعتنا كده اتقلبت، طبعا هنحط الملح لما اللحمة بتاعتنا تستوي. كنت محضرة برضو طماطم مقطعاها عندي، هنزل بيها على البطاطس واللحمة. لو مش عايزة تحط الطماطم براحتك جدا، اللي انتوا مش حابينه ما تضيفوش، بس بتدي لون حلو وبرضو طعم كان تحفة. هقلب كده وهسيب يعني تقريبا كده حوالي 5 دقايق على النار. 5 دقايق. بعد كده لما البطاطس بتاعتي اتأكدت انها استوت 100%، هجيب الطاجن الخطير بقى بتاعي. والله لو ما عندكوش طاجن يا جماعة تقدروا تحطوها في صينية، يعني احنا مفيش حاجة بتوقفنا ابدا. هنحط الخلطة بيطة اللي احنا عملناها ديت جوه الطاجن ده اهو. قلبتها بقى بصوا. وبعد كده هتفتحي الفرن الشياكة بتاعك، لو انت حابة يكون فيها مرقة كده الصوص دوت، يبقى تحطيها تحت الشوايه لحد بس ما تاخد وش، ونسيبوا المرقه بقى كده فيها. لو انت عايزه بقى تنشفيها خالص يبقى هتسيبيها الاول على البوتاجاز تشرب كده الصوص اللي فيها خالص ده، وتروحي ايه حطها تحت الشوايه. احنا طبعا سيبنا فيها مرقه اهي، المرقه باينه لان ايه العيال عندي بيحبوها اهي، فيها المرقه بتاعتها زي ما انتم شايفين. هنا انا بحاول احارب مع اللحمه ان انا اقطعها، مش عارفه لان انا ماسكه التليفون بالايد التانية، بس اللحمه كانت دايبه جدا جدا والمرقه بتاعتها حلوه، طعمها تحفه. جربوها يا جماعه، تحفه تحفه تحفه. واشوفكم بقى في فيديو تاني مع اي حاجه كده بتيجي على بالي بقوم عاملاها في الاكل. انا ما بوقفش نفسي على حاجه واحده. سلام.